تجربة ممتعة جدا وصعبة جدا جدا جدا، لأنه فورمات أو مسلسل جود جيرلز مسلسل معروف جدا وليه شعبية وجمهور كبير. فكرة المقارنة وفكرة إن إزاي يتمصر بطريقة تكون لايقة على الكالتشر، وفكرة تنفيذه بطولة غادة عادل، جميلة عوض، وفدوى، وكل واحدة فيهم ليها هير اون كاركتر، فازاي نجمعهم كلهم في مسلسل واحد نبقى قادرين نخلق الكيمستري دي اون سكرين. it was not easy. سؤال صعب قوي. كل واحد فيهم عنده حاجه حلوه في شخصيته. اكيد ما اتمناش ان انا اوصل لمرحله ان انا اسرق سوبر ماركت، بس يعني احب احتفظ بحياتي وشخصيتي لحد دلوقتي. المسلسل فيه حاجات كتير حلوه، فيه اغاني كتير، من اول اغنيه التتر اللي بتغنيها باري، في اغاني كتير قوي في المسلسل جوه. شاهين عامل دور مختلف، جميله عامله دور فيري فاني، وفي كوميدي لاينز كتير قوي. غاده والتحول في شخصيتها من ست بيت عندها اسره واولاد للتحول بتاع ان هم يكونوا عصابه ستات. في احداث كتيره قوي ان شاء الله تخلي الجمهور تو بي انجيجد. يعني من اول ما بدانا نعمل فورماتس، من اول ما عملنا جين ذا فيرجن، وبعد كده عملنا ذا افير وواي وومن كيل، كريزي اكس بوي فريند، بحب دايما الفورماتس اللي فيها a kind of woman empowerment، وفي نفس الوقت تكون لايت. ما بحبش الحاجات الغامقه قوي والكئيبه قوي، وبتبقى فيها احداث ممتعه، يعني تخلي المشاهد تو جيت انجيجد. وفكره ان هو مسلسل كبير برضو، يعني جود جيرلز، مع يعني احنا بنتعامل مع ان بي سي يونيفرسال بقالنا كتير، خدنا منهم فورماتس كتير، ودايما بحس ان نوع المسلسلات اللي عندهم مناسبه للكونتنت استراتيجي بتاعتنا اللي احنا عايزين نقدمها. كان في عناصر كتير يعني اتشيك ذا ليست في اللي احنا عايزين نعمله، وده اول رمضان ننتجه كاس برودكشنز، فبالنسبه لنا حسينا انه جود جيرلز هو انسب مسلسل ندخل بيه رمضان. احنا نوع الفورماتس اللي بنجيبها كلها من امريكا، والكالتشر مختلفه تماما، يعني الشرق والغرب فعلا. فدايما بنبقى حريصين انه نغير في الاحداث اللي لازم يتم تغييرها، ولكن من غير ما نأثر على شكل المسلسل والاحداث الرئيسيه اللي فيه. وده بيواجهنا صعوبه لان بناخد راوندز كتيره جدا من الكتابه. والحقيقه عمرو مدحت هو متميز جدا في الفورمات ادابتيشن، وعملنا معاه اكتر من مسلسل، ودايما بتاخد راوندز كتيره قوي ان ازاي نقدر الشخصيات تتغير، طريقه الكاركترز نفسها، طريقه الحوار بتاعتهم. يعني مثلا في جود جيرلز هي كانت بتشتغل كاشير في سوبر ماركت، احنا عندنا اتس نوت ذا نورم، فبدانا نغير شويه انه ازاي نقدر نخليها within the frame of this location، بس من غير ما تبقى completely new character. لانش بوكس هو بيمثل اكتر الام كل يوم هي عايزه تحضر لانش بوكس لاولادها قبل ما يروحوا المدرسه. ده بيمثل ان هم ستات بيوت عندهم اولاد وبيحضروا اللانش بوكس بس عشان قرروا يكونوا عصابه. فايه اقرب حاجه للام هتبقى بتفكر فيها؟ هو اللانش بوكس بتاع الولاد، هو ده اللي هيهربوا فيه فلوس، هيخبوا فيه سلاح، الكلام ده كله. ماي فيفورت سين لحظه اقتحام السوبر ماركت، يعني ده اكتر وقت كان ممتع. واكتشلي فيه سينز كتير جدا حلوه وبنضحك بجد ورا الكاميرا، بس ده this is my favorite scene. جريمة تكون ايه؟ مش سرقة، مش مخدرات. ممكن جريمة قتل. يعني اتمنى دايما ربنا يوفقني في اختيارات مناسبة، ونظرتي للمشاريع تكون مظبوطة، وعندي يعني اكيد احلام كتيرة قوي نفسي احققها، وان شاء الله ربنا يكرمنا. الستات مش عارفة هي عايزة ايه. بالعكس دلوقتي الستات دي ار اوفر رولينج الرجالة في حاجات كتير جدا، في مجالات كتير جدا مختلفة. والستات ار مالتي تاسكر، بيقدروا يعملوا مليون الف حاجه، يقدروا يركزوا في بيتهم، يركزوا في شغلهم، يهتموا بعيلتهم، تو هاف فن. بالعكس الست يعني كائن قوي جدا.